لسه مع بعض في بروبلمز التايتريشن لانها من الاسئله المهمه لامتحانات الثانويه العامه. بروبلم التايتريشن لو ممكن انت اخر حاجه وقفنا عليها انك ازاي تجيب البرسنتج. طب انا جبت البرسنتج يا مستر، لكن جه في بروبلم بيقول لي ايه؟ is a solution is acidic or basic or neutral. في الحاله دي انت ما كنتش هتحتاج تجيب ماس وبرسنتج. لو طالب اسيدك وبيز وايه ونيوترال، فانت ام اي في اي اوفر ان اي وتجيب التوتال، ام بي في بي اوفر ان بي وتجيب التوتال. اللي التوتال بتاعه اكتر هو لو ايه اللي هو الاسيد يبقى اسيدك، لو بي اللي هو البيز يبقى بيزك. دي الحاله اللي يقول لك فيها هم نيوترال ولا لا. في تويستات صغيره كده يقوم رايح بيك كده، وخد بالك بقى مني عشان تبقى طالب شبراوي وتبقى استفدت مني حاجه تجي لك في امتحان الثانويه العامه. ايه هي؟ في احد البروبلمز عمل حاجه صغيره خالص، اداك كل المعلومات اللي انت عايزها عن الاسيد لكنه راح سالك عن البيز. لو اداني كل اللي انا عايزه عن الاسيد وراح سالني عن البيز، ده معناه حاجه واضحه جدا جدا جدا، انه مش ممكن يكون طالب مني كونسنتريشن وفوليوم. باكد عليك، لو هو اداني كل المعلومات عن الاسيد وبيسالني عن البيز، خلاص كده فهو معناها انه مش هيطلب مني كونسنتريشن وفوليوم للبيز. عارف هو هيلعب معايا لعبه ايه؟ لعبه ان الكونسنتريشن تايم الفوليوم اللي فوق دول اللي هو ام بي في بي او ام اي في الناحيه الثانيه، اقدر اجيبها توتال من الكروس مالتيبليكيشن، وهم دول بالنسبه لي مكان الكونسنتريشن تايم الفوليوم تايم المولار ماس. عشان اجيب الماس كونسنتريشن فوليوم تايم مولار ماس، يا اجيب الكونسنتريشن لوحده والفوليوم لوحده المولر ماس لوحده، يا يكون مخبي الاثنين فهجيب الاثنين تايم بعض واعتبرهم اكس واحسبهم توتال واخدهم هما الاثنين اكس تايمز المولر ماس يطلع لي الماس. بروبلم خطيره، باكد عليك انها بروبلم مهمه في الثانويه العامه.